أنا من نزلاء هذا الفندق عموما وخصوصا على الكورنيش، يعني في مدينة جدة للاستمتاع بالواجهة البحرية، خصوصا بجوار النافورة والمطاعم والخدمات الأخرى السياحية، المناظر الجميلة بمدينة جدة. والله الفندق طبعا هو على مستوى راقي في من ضمن السياحة في جدة، وغرفه وخدماته كلها ممتازة جدا، ما في أي ملاحظات عليها، يعني تقريبا تقول ممتاز ممتاز فيه. والله حسب ما بشوف دايما من واجه صعوبة بالحجوزات، وبفتكر عدد الفنادق منا كافية، لأن على طول الفنادق مليانة، وأوقات كتير منواجه صعوبات بالحجز، ما في أماكن يعني. ولا الأسعار كتير مناسبة حسب ما بنشوف الأسعار خارج. مشبق على الخدمات اللي تقدم بالنسبة للفنادق الكثيرة. الأسعار غالية، الأسعار غالية، نعم. إيه، الأسعار غالية بالنسبة للفنادق الكبيرة، الأسعار تعتبر غالية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للخدمات طبعا تعتمد على درجات الفنادق، يعني الفايف ستارز المعروفة، الفور ستارز هذه المفروض منها انها بتقدم خدمات ترضي طموح السياح اللي بيجوا للمدينة، وهذا سبب بتخلي الرتفع بارتفاع يعني فاحش، والشقق نفس الشيء. بيضطروا انه يروحوا خارج المملكة، يعني بيدفع المصاريف اقل من